دايرة طول نصف قطرها 10 سم، ب د ده مماس للدايرة، أعطانا طول أ ب وأ ج، أثرت قوة زي ما أنت شايف بالشكل، بيقول لي اوجد عزوم القوة حول نقطة أ. أولا لازم نطلع كده شوية حاجات هندسة. أنا عندي دي دايرة، زاوية ج دي زاوية محيطية، زاوية أ ب د دي زاوية مماسية مرسومان على نفس القوس، إذا دي سيتا، إذا التانية دي نفسها برضه سيتا. طب لو انا عرفت السيتا اعرف احل مسألتي، لان انا لما اعزم حوالين أ القوه اللي ب7 دي راحت، القوه ب3 دي انتهت، بقى القوه 10 القوه 8. القوه 10 القوه 8 البعد بتاعها أ ج في جا سيتا، القوه 8 هضرب في أ ب جا سيتا، اذا انا كل مشكلتي ان انا ازاي اطلع جا سيتا. طب ما انا عندي المثلث أ ب ج، الضلع أ ب ده طوله كام؟ طوله 15 سم، يبقى انا هشتغل بقاعده د 15 على د سيتا هتساوي 2 نقوة، عطاله طول نصف قطر الدايرة ب10، يبقى معنى كده 15 على د سيتا هتساوي 20، إذا د سيتا هتساوي 15 على 20 هتطلع 3 على 4. كده أنا جبت د سيتا، كده أنا خلصت تقريبا نص السؤال. كده هنجيب العزوم حول أ ج أ هتساوي القوة دي 10 هتلف كده مع عقرب الساعة، يبقى -10، البعد بتاعها 8 في جا سيتا اللي هي 3 على 4، بعد كده نعوض عنها. قوة 8 دي ضد عقرب الساعة، يبقى زائد 8 في البعد بتاعها أ ب 15 في جا سيتا برضه اللي هي 3 على 4. هنختصر هتطلع 30 نيوتن ثانية.